السلام عليكم الاصدقاء ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. بدون اطاله وكالعاده يلا نبداو. كيواصل الرجاء العالمي نتائجه الايجابيه في دوري ابطال افريقيا وسجل فوزا جديدا على حوريه كوناكري بهدفين مقابل لا شيء في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. وكيتصدر الفريق البيضاوي مجموعته ب9 ديال النقاط ويسير بخطى ثابته للتاهل لربع النهائي. اصابه خابا تلقى مدير الكبير مدرب الرجاء خبرا غير صار بعد الإصابة العضلية واللي تعرض لها نجم الفريق حمزة خابا والتي أجبرته على عدم إكمال المباراة. وسينتظر مدرب الرجاء تقرير الجهاز الطبي من أجل الوقوف على طبيعة الإصابة. وخطف خابا مجددا الأضواء وأحرز الهدف الأول لفريقه قبل تغييره مؤكدا انفتاح شهيته التهديفية مقارنة ببداية الموسم حيث سجل بذلك في كل مباريات دوري المجموعات. الزرهوني نجح الوفيد الجديد نوفل الزرهوني في تسجيل أول أهدافه مع الرجاء الذي انضم له في الميركاتو الشتوي قادما من الحزم السعودي. ودخل الزرهوني في الشوط الثاني وسجل بطريقة رائعة حيث راوغ مدافعا بطريقة فنية. فرحة البدراوي تفاعل عزيز البدراوي رئيس الرجاء مع فوز فريقه بعد نهاية المباراة حيث أبدى سعادة كبيرة في المنصة. وزار البدراوي اللاعبين في غرفة الملابس من أجل تهنئتهم على الفوز والمستوى الذي قدموه في المباراة، كما احتفل اللاعبون مع الجمهور بأغاني الفريق وشعاراته. المهم الاصدقاء كنتمنى انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر ديال الجرس باش توصلوا بكل جديد. تلاقوا في فيديو محسن، الى اللقاء.